قلت الحقك في السحور بدل ما تعملي فول تاني والولاد زهقانين منه بحاجات موجوده في بيتنا. هتعملي احلى سحور وجميل وكلهم هيختفوا. هاتي كوبايه حليب عليها ربع كوبايه زيت عليها ربع كوبايه معلقه بيكنج باودر وبيضتين، انزلي بقى بجبنه رومي لو عندك او اي نوع جبنه، وكوبايه دقيق، رشه ملح، واضربي كل الكلام ده في الخلاط. بصي مفيش اسهل ولا اسرع من ده سحور، وطعم وجميل جدا. عايزه عندك بسطرمه حطي، عندك سلامي حطي، عندك عايزه تعمليها جبن بس حطي، عايزه تعملي سجق حطي. بصي اي حشو، اي بواقي حاجه في التلاجة عندك حطي فيها. هاتي بقى القوالب بتاعتك او تحطيها في صينيه ودهنيها بزيت، واملي القوالب كلها عشان هي لما بتترفع كده مش هنسيب فراغات، بيبقى شكلها حلو. وعلى الوش كده جبنه رومي او زيتون او اي حاجه تحبيها، ودخلها في الفرن على درجه حراره 180 على الرف في النص زي الكيك بالظبط. بصي بقى خدت معايا 10 دقايق ربع ساعه بكبرها قوي عشان الوش يحمر. طلعت جميله، ودول شويه تانيين كانوا فايضين حطيتهم في القالب الصغنن ده. ايه رايكم؟ ريحتها تحفه وجميله، ومع كوبايه شاي بقى كده وهيبقى احلى سحور. وكده يبقى بسطناهم وغيرنا من الفول وعملنا سحور جديد غير تقليدي وببواقي اللي في التلاجة وبحاجات موجوده في البيت. وتعيشوا وتعملوا، وكل عام وانتم بخير.